لو عندك وجع في ظهرك وانت حامل ففيديو مهم ليكي. اتعودنا كلنا على مشهد مشهور في الافلام، الست تبقى ماسكه ايديها ورا ظهرها وبتمشي بطريقه معينه، ودايما بتكون بتشتكي من الام اسفل ظهرها. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي النساء والتوليد والعقم، وهتكلم معاك النهارده في الفيديو ده عن اسباب الالم اسفل الظهر عند الست الحامل وازاي نحاول نخفف منها. معظم الالام دي بتكون في الشهور الثلاثه الاخيره من الحمل، ممكن تمتد لما بعد الولاده، ممكن توصل لحد 6 شهور. تنقسم الالام دي لثلاث انواع. النوع الاول الم بيسيب اسفل الظهر وبيمتد للساقين. النوع الثاني الم بيسيب مفصل الحوض الخلفي وبيكون عميق في منطقه الاليتين كده، ممكن يمتد الناحيه الخلفيه او الجانبيه للفخذ، وعاده بيظهر النوع ده من الالم كل ما الحمل تقدم. في بعض الاحيان بيمتد لفتره ما بعد الولاده. النوع الثالث بيعرف بالالم الليلي، وده الم بيسيب منطقه اسفل الظهر تحس بيه المراه الحامل وهي رايحه تنام بالليل. طب ايه هي اسباب الالم دي؟ في تغييرات طبيعيه بتحصل للحامل اثناء فتره الحمل، زياده الوزن اثناء الحمل، تغييرات وزياده افراز بعض الهرمونات اللي بتسبب زياده وارتخاء العضلات والاربطه، تغييرات في مركز ثقل الجسم. يعني ايه مركز ثقل الجسم؟ يعني بطنك قدام هي التقيله، فالظهر بيحاول يرجع جسمك لوضعه الطبيعي فبيشد. ممكن بقى الام الظهر ده بترجع للعوامل نفسها اللي بتخلي الالام الظهر بتحصل للستات غير الحوامل اصلا، وهي اصلا يكون في مشكله في الاربطه والعضلات والمفاصل نتيجه القعده بشكل غلط، او انت بتشيلي حاجه تقيله بشكل غير سليم. الوجع بيظهر في اسفل منطقه الظهر عند ممارسه بعض الانشطه زي المشي، الوقوف مده طويله، الجري، انك توطي لقدام، انك تتقلبي في السرير وغيره. زي ما قلنا كل ما الحمل اتقدم ووزن جديد زاد بيزداد التوتر والعبء الواقع على المفاصل والاربطه في منطقه اسفل الظهر. كمان ضعف عضلات بطن اصلا اللي كانت موجوده بتزود الموضوع ده. في برضه الهرمونات بتزود اللي يحصل ليونه في الاربطه وارتخاء في العضلات زي ما قلنا. لو احنا عندنا كل المشاكل دي هنعمل ايه، وايه النصيحه اللي ممكن اقدمها لك؟ استني الفيديو الجاي هقول لك فيه كل اللي انت محتاجاه في الموضوع ده.